رد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي على عرض مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميا في يناير القادم. وميسي البالغ من العمر 35 عام ينتهي عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو من عام 2023، وهو موعد رفع عقوبة الحرمان من التعاقدات عن الهلال. وخلال الأيام الماضية ترددت أنباء قوية عن عرض الزعيم الهلالي على الأسطورة الأرجنتينية الانضمام إلى الفريق بداية من موسم 2023-2024 مقابل 60 مليون يورو في العام الواحد. وفي هذا السياق أعلن الإعلامي الرياضي إكرام كونور رفض ميسي العرض المقدم إليه من المملكة العربية السعودية بشكل رسمي في إشارة إلى نادي الهلال. وأشار كونور عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر إلى عدم رغبة ميسي في اللعب بالسعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية حاليا. وكشف الإعلامي الرياضي عن ترحيب الأسطورة الأرجنتينية بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، حيث يجري مفاوضات متقدمة للتوقيع حتى يونيو 2024. جدير بالذكر أن ليونيل ميسي حقق حلما أخير بالتتويج ببطولة كأس العالم قطر 2022 مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم عقب الفوز على فرنسا في المباراة النهائية. تستعد لجنة المسابقات في الرابطة السعودية المحترفة لاتخاذ قرار هام خلال الساعات القادمة بسبب رزنامة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال. والهلال يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشان السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر. وفي كأس خادم الحرمين الشريفين تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع النهائي بعد الفوز الكبير على الفريق الأول لكرة القدم من نادي الاتفاق برباعية نظيفة. وكشفت صحيفة الشرق الأوسط عن قرار مرتقب من المسابقات بتأجيل جميع مباريات الهلال المحلية في شهر فبراير القادم. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار يأتي بسبب ارتباط الفريق الأزرق بالأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا خلال شهر فبراير القادم، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية. ورشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نادي الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة المغربية في الفترة من الأول إلى 11 من فبراير باعتباره بطل آخر نسخة من دوري الأبطال. وشددت الصحيفة على أن هذه التأجيلات الأخيرة سوف تتسبب في ضغط رزنامة الهلال بشدة في شهر مارس القادم. في مفاجأة من العيار الثقيل، شهدت الساعات القليلة الماضية تحالف من دول آسيوية كبرى لمنع مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2022. والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن استضافة المملكة المغربية بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الأول إلى 11 من فبراير القادم. من ناحيته رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نادي الهلال للمشاركة في مونديال الأندية باعتباره حامل لقب دوري الأبطال، والذي لن يتحدد بطله الجديد إلا في شهر أبريل من عام 2023 في انتظار التصويت النهائي على القرار. وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط عن رفض ممثلي دول اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ترشيح الهلال للمشاركة في البطولة العالمية. وطالب ممثلو هذه الدول بمشاركة بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي وصيف دوري أبطال آسيا 2021 في كأس العالم للأندية أو أوراوا الريديمونز الياباني الذي حجز بطاقة التأهل إلى نهائي القاري 2022 عن منطقة الشرق. وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كثف من ناحيته من اتصالاته لإقناع أعضاء لجنة المسابقات بالتصويت للهلال. وبعد هذه الاتصالات أعلنت المصادر أن المؤشرات الأولية تؤكد حصول الزعيم الهلالي على 10 أصوات من أصل 17، وهو ما يزيد على النصف، ما يعني مشاركته في المونديال بشكل رسمي. سيغيب الهلال والشباب عن خوض مباريات الجولة 17 من دوري روشان السعودي، وفي حال تأهل أي منهما إلى دور ربع النهائي فإنهما سيغيبان بصورة رسمية عن خوض منافسات الجولة 18. أما فريق الفيصل الحاضر في دور الدرجة الأولى سيكون في دائرة تأجيل خوضه مباراة دور 16، وفي حال تأهله سيتم تأجيل مباراة أخرى له. جدير بالذكر أن دوري روشان السعودي شهد حتى الآن 3 توقفات، منها توقف
توقفان بسبب أيام الفيفا الدولية، وكانت لأيام معدودة، فيما كان التوقف الأطول خلال شهر أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر و15 يوم من شهر ديسمبر الحالي، وذلك للفترة التي قضاها المنتخب السعودي للأعداد لمونديال 2022 ومشاركته في النهائيات التي اختتمها بدور المجموعات. وكان التوقف الثالث امتد لمدة شهرين، إذ توقفت المنافسات يوم 16 من أكتوبر قبل عودتها يوم 16 من ديسمبر الحالي، ثم بدء منافسات بطولة كأس الملك البطولة الأغلى محليا. وبسبب توقف المسابقات المحلية وضغط الرزنامة المحلية، من المقرر أن يشارك المنتخب السعودي بأسماء رديفة خلال بطولة كأس الخليج العربي بنسخته 25 التي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 16 من يناير المقبل في مدينة البصرة العراقية، وذلك تجنبا لتوقف المسابقات مجددا، إلا أن حضور المشاركة المونديالية المرتقبة للهلال وكذلك الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا سيجعل لجنة المسابقات أمام أزمة جديدة في الرزنامة. رد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي على عرض مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميا في يناير القادم. وميسي البالغ من العمر 35 عام ينتهي عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو من عام 2023، وهو موعد رفع عقوبة الحرمان من التعاقدات عن الهلال. وخلال الأيام الماضية ترددت أنباء قوية عن عرض الزعيم الهلالي على الأسطورة الأرجنتينية الانضمام إلى الفريق بداية من موسم 2023-2024 مقابل 60 مليون يورو في العام الواحد. وفي هذا السياق أعلن الإعلامي الرياضي إكرام كونور رفض ميسي العرض المقدم إليه من المملكة العربية السعودية بشكل رسمي، في إشارة إلى نادي الهلال. وأشار كونور عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر إلى عدم رغبة ميسي في اللعب بالسعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية حاليا. وكشف الإعلامي الرياضي عن ترحيب الأسطورة الأرجنتينية بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، حيث يجري مفاوضات متقدمة للتوقيع حتى يونيو 2024. جدير بالذكر أن ليونيل ميسي حقق حلما أخير بالتتويج ببطولة كأس العالم قطر 2022 مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم عقب الفوز على فرنسا في المباراة النهائية. تستعد لجنة المسابقات في الرابطة السعودية المحترفة لاتخاذ قرار هام خلال الساعات القادمة بسبب رزنامة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال. والهلال يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشان السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن النصر المتصدر. وفي كأس خادم الحرمين الشريفين تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع النهائي بعد